يا عم، البحر ده زي اللبن، هادي كده وآمن ومفيش منه خوف. ده تسونامي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومخيف شوية، بس لازم نفهمه علشان نحمي نفسنا وأهالينا. الموضوع ده هو: هل البحر المتوسط بيشكل خطر على المدن الساحلية؟ والله، البحر ده اللي بنشوفه كل يوم هادئ وجميل، مليان سمك وشواطئ رملية، وبتمر عبره سفن التجارة من كل حتة في العالم. بس تحت السطح الهادي ده في توتر زلزالي كبير جدا ممكن يتحول في أي لحظة لكارثة كبيرة زي التسونامي. يعني إيه؟ هل فعلا البحر المتوسط ده خطر على مدن زي الإسكندرية في مصر أو بيروت في لبنان أو حتى برشلونة في إسبانيا؟ وهل اليونسكو اللي بتحذر من تسونامي قادم بنسبة 100% قبل 2050 دي كلام جد ولا مجرد إشاعات؟ وإيه اللي بيخلي البحر ده مش ساكن زي ما بنشوفه؟ خلونا نجاوب على الأسئلة دي واحد واحد بطريقتنا البسيطة، مسترشدين بالمعلومات العلمية اللي عندنا، وهنروح خطوة بخطوة علشان نفهم الموضوع كويس. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال أو تعليق سيبه تحت في الكومنتات وهنرد عليك أول بأول. تمام؟ يلا خلونا ندخل في الموضوع. أول حاجة لازم نفهمها يا جماعة إن البحر المتوسط مش مجرد بحر عادي، ده بحر بيربط 3 قارات كبار: أفريقيا، أوروبا، وآسيا. يمتد على مساحة حوالي 2.5 مليون كيلو متر مربع، وبتطلع عليه أكتر من 20 دولة، ويعيش حواليه أكتر من 500 مليون إنسان. تخيلوا الكم ده! هو بحر الحضارات القديمة زي الفينيقيين والمصريين القدماء واليونانيين والرومان، كلهم بنوا حضاراتهم على شواطئه. ودلوقتي هو شريان اقتصادي عالمي بيمر عبره 20% من التجارة البحرية في العالم كله. مواني زي الإسكندرية في مصر، مرسيليا في فرنسا، برشلونة في إسبانيا، وبيروت في لبنان، كلها تعتمد عليه. بس ليه بنقول إنه خطر؟ مش جاي بالصدفة ده، لأن البحر ده يقع فوق منطقة زلزالية شديدة التوتر عند التقاء الصفيحة الإفريقية مع الصفيحة الأوروبية والأنادولية. يعني الطبقات الأرضية تحت البحر ده مش مستقرة، دايما في حركة، وأي نبضة قوية ممكن تحولها لزلزال بحري يطلق تسونامي. طيب، إيه هو التسونامي ده بالظبط؟ مش مجرد موجة كبيرة زي اللي بنشوفها في الأفلام، لا، ده سلسلة من الأمواج العاتية اللي بتنشأ من اضطرام عنيف في قاع البحر. الأسباب ممكن تكون زلزال أو انهيار أرضي أو حتى ثوران بركاني. الأمواج دي بتتحرك في عرض البحر بسرعة تصل ل 700 كيلو متر في الساعة، بس لما تقرب من الشاطئ بتتحول لجدار مائي مدمر يغرق كل حاجة في طريقه. والمصيبة إن وقت الإنذار ضيق جدا، أحيانا مش بيعدي 15 ل 30 دقيقة من لحظة الزلزال لحد وصول الموجة. تخيلوا إنك قاعد على الشاطئ في الإسكندرية وفجأة تسمع صافرة الإنذار، ومفيش وقت كفاية علشان تخلي المدينة كلها. ده اللي بيخلي البحر المتوسط خطر، لأنه مش بعيد عن الشواطئ، والمدن الساحلية كتيرة ومكتظة بالسكان. خلونا نروح للنقطة الأهم، وهي التحذيرات اللي أصدرتها اليونسكو. يا جماعة، اليونسكو مش بتحذر كده من فراغ، ده تحذير رسمي غير مسبوق. بيقول إن البحر المتوسط مهدد بتسونامي كبير بحلول 2030 وبنسبة تقارب 100% قبل عام 2050. مش تخمين ده، لأنه مبني على قراءات علمية دقيقة، سجلات زلزالية طويلة الأمد، بيانات من الأقمار الصناعية عن حركة الصفائح التكتونية، ونماذج محاكاة رقمية بتتوقع المسارات والارتفاعات والمناطق المهددة بدقة عالية جدا. يعني العلماء مش بيخمنوا، هم بيدرسوا التاريخ الجيولوجي للبحر ده، وشايفين إنه بحر لا ينام، دايما في توتر زلزالي تحت السطح الهادئ. تاريخ التسونامي مع البحر المتوسط. يا جماعة، البحر المتوسط له تاريخ طويل مع التسونامي. من بداية القرن العشرين حصل حوالي 100 تسونامي في البحر ده والبحار المحيطة بيه. ده يعني 10% من إجمالي التسونامي في العالم كله في الفترة دي. يعني مش حاجة جديدة، ده تاريخ جيولوجي مليان كوارث. مثلا
في العصور القديمة في سجلات عن زلازل بحرية غرقت مدن فينيقية أو يونانية. وفي العصر الحديث زلزال 1908 في ميسينا في إيطاليا أدى لتسونامي قتل آلاف، أو زلزال 1956 في اليونان اللي أدى لموجات عالية غرقت شواطئ. ده بيثبت إن البحر ده مش ساكن، هو دايما في حركة، والصفائح الأرضية تحتيه بتسبب اضطرابات مستمرة. كمان في عامل تاني بيزود الخطر، وهو تغير المناخ. التقارير العالمية بتقول إن البحر المتوسط من أسرع البحار في العالم في ارتفاع درجة الحرارة، أعلى من المتوسط العالمي. ده أدى لتغيرات خطيرة في التوازن البيئي، زي ارتفاع مستوى سطح البحر، واللي ممكن يسرع من حدوث تسونامي لو حصل زلزال بحري. يعني الموجة هتكون أقوى والفيضانات أكبر، خاصة في المدن الساحلية اللي أصلا منخفضة. والبحر ده مش مجرد مية، هو واحد من 25 بقعة ساخنة للتنوع البيولوجي في العالم، بنسبة 18% من التنوع البحري العالمي. بس الاضطرابات دي ممكن تدمر النظام البيئي ده كله، وتأثر على الصيد والسياحة اللي تعتمد عليها دول زي مصر وتونس. الاعتراضات على التحذيرات. بس مش كل حاجة سوداوية يا جماعة. في ناس بتعترض على التحذيرات دي وبتقول إنها مبالغة، أو إن البحر المتوسط مش زي المحيط الهادئ اللي بيحصل فيه تسونامي كبير كل فترة. أيوة صحيح، الموجات هنا مش هتصل 20 متر زي في اليابان أو تشيلي، بس حتى المتر الواحد ممكن يكون مدمر لو المدينة غير مستعدة. وفي اعتراضات تانية بتقول إن الاقتصاد هيتأثر لو بنبدأ نخوف الناس، خاصة في السياحة على الشواطئ. بس الحقيقة الاعتراضات دي مش منطقية، لأن التحذيرات مبنية على علم، والحالات الاستثنائية زي عدم حدوث تسونامي كبير في السنين الأخيرة مش معناها إنه مش هيحصل. العلماء شايفين التوتر الزلزالي زيادة، والتغير المناخي بيزود الخطر. علشان كده اليونسكو أطلقت برنامج عالمي اسمه تسونامي ريدي، علشان تأهل المدن الساحلية في البحر المتوسط للمواجهة. إيه ده؟ برنامج بيشمل خطط إخلاء سريعة، أنظمة إنذار مبكر زي الصافرات والرسائل على الموبايلات، وتوعية مجتمعية علشان الناس تعرف إيه تعمله لو سمعت الإنذار. مثلا في مصر لازم نعمل خطط إخلاء للإسكندرية، نرفع الوعي في المدارس والأحياء، ونبني حواجز أو مواني أقوى. كمان في بدائل علمية زي استخدام الأقمار الصناعية لمراقبة حركة الصفائح، ونماذج كمبيوتر تحاكي تسونامي قبل ما يحصل علشان نعرف المسارات مسبقاً. وأخيراً في جهود دولية زي تعاون الدول المطلة على البحر ده، زي مصر واليونان وتركيا، علشان يبنوا شبكة إنذار مشتركة. ده مش بس هيحمي الأرواح، لكن كمان هيحافظ على الاقتصاد، لأن الاستعداد أفضل من الندم. تخيلوا إننا نعمل تدريبات إخلاء دورية زي اللي في اليابان، علشان لو حصل حاجة الناس تكون جاهزة. خلاصة الموضوع في النهاية يا جماعة، البحر المتوسط فعلا بيشكل خطر على المدن الساحلية، خاصة مع التحذيرات من تسونامي قادم بنسبة كبيرة. ده مش رعب، ده واقع جيولوجي ومناخي، بس مع الاستعداد والتوعية نقدر نواجهه. البحر ده مش عدو، هو شريك تاريخي للحضارات، بس لازم نحترمه ونحذر منه. من غير الاستعداد ممكن نفقد آلاف الأرواح والمدن، بس مع البرامج زي تسونامي ريدي هنكون أقوى. لو وصلتوا للنهاية انتوا ناس زي العسل. اعملوا لايك وكومنت لو عندكم أي سؤال محيركم عن البحر المتوسط أو الكوارث الطبيعية، وهنرد عليكم على طول. وما تنسوش لو عايزين تعرفوا أي حاجة تانية عن العلم أو الطبيعة اكتبوا لنا في الكومنتات ونجاوبكم عليها. سلام، ونشوفكم في إجابة على سؤال جديد محيركم. بتوع اليونسكو مش فاهمين حاجة. تسونامي إيه اللي هيحصل؟ يا خبر، التسونامي جه تاني بجد؟